عبر تاريخها الطويل الممتد لأكثر من 45 عاما تعتبر جماعة فتح الله كلن التركية الحجاب ليس من أصول الإسلام، كما أنها تؤيد قيام المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه الجماعة وتاريخها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قد يكون الانقلاب الفاشل في تركيا قد انتهى وقبض على أغلب المتورطين فيه، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم فتح الله كلن وجماعته بالوقوف وراء المحاولة، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم فتح الله للسلطات التركية. أنشأ فتح الله كلن النواة الأولى لجماعته مطلع عام 70 بمدينة إزمير التركية، غير أنها توسعت وأصبحت حركة قوية داخل البلاد وخارجها. لكن القفزة الكبيرة في نشاط الجماعة كانت بعد انقلاب عام 80، حيث استفادت من دعم الدولة ومن مساحات الحرية المتاحة لتبدأ رحلتها مع إنشاء المدارس خارج تركيا. يعرف عن كلن مواقفه الغريبة والمنفتحة إلى الثقافة الغربية، فهو يعتبر ارتداء الحجاب ليس من أصول الإسلام بل هي قضية فرعية، وطلب من الطالبات خلع الحجاب لمواصلة دراستهن، رغم أن حركته تصنف على أنها اجتماعية صوفية ذات طابع اجتماعي تربوي. في ديسمبر الماضي صدر أمر بضبط كلن، وذلك في إطار الحملة التي شنتها الحكومة التركية لملاحقة ما عرف بالكيان الموازي، وهو اسم أطلقته الحكومة على تنظيم سري يضم عاملين في السلكين القضائي والأمني، يهدف إلى إسقاط الحكومة وتقويضها. لكن كلن كان وقتها يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الذي يقبع فيه حتى الآن. الجماعة تهدف إلى تمييع التدين والتركيز على الجانب الصوفي كوسيلة للتغلغل داخل المجتمع، بالإضافة إلى تحالفها مع الأحزاب السياسية في مقابل الدعم والامتيازات، كما أنها تعمل على الانتساب لمؤسسات الدولة والتقدم في المناصب الهامة. تسعى الحركة للوصول إلى المناصب العليا في مختلف المؤسسات وخصوصا الجيش والاستخبارات